برشح لكم النهاردة أحدث المسلسلات المصرية اللي نزلت على نتفليكس. هو مسلسل كتالوج، واللي بيحكي عن يوسف وأمينة وأولادهم منصور وكريمة. ولكن للأسف بعد إصابة أمينة بالكانسر بتتوفى، وبنشوف معاناة يوسف في التأقلم مع الوضع، خاصة إنه ما يعرفش كتير عن أولاده. حقيقي المسلسل حلو جدا ومسلي واستمتعت بيه، خاصة إني اتفرجت عليه كله في قعدة واحدة، وهو مكون من 8 حلقات. السيناريو لأيمن وطار واخد فورمات أجنبية شوية، خاصة في الكوميديا، لأن المسلسل فيه المواقف بتاعته بيتم استخدام اللايت كوميدي رغم إنها مشاكل كبيرة، لكنه في أوقات بيحاول يخفف فيها الجو، وفي أوقات لما بيدخل في الدراما المسلسل بيبقى متميز جدا فيها. لو انت من النوع اللي بيتأثر فانت محتاج حرفيا علبة مناديل في مشاهد كتير، لأن المسلسل بيتكلم عن الألم اللي ممكن تحسه لما حد قريب منك يموت، وازاي ممكن تحاول انك تتخطى الفقدان وتحاول تعوض مكانه، حتى لو انت عارف انك عمرك ما هتعمل كده، ولا عمرك هتظبط اللي هو بيعمله في اي حاجة. والمسلسل بيقدم ده في عدد كبير من المشاكل اللي بيتحط فيها يوسف. واحلى حاجة في المسلسل انه بيجيب لك اي موقف واي حاجة هو هيتصرف فيها ازاي. رمضان، عيد الام، اهتمامه بتشجيع ولاده في تحقيق حلمهم، وكل ده في اطار درامي ولايت كوميدي جيد جدا. حتى الاداءات التمثيليه الافضل في رايي خالد كمال وسماح انور، وحقيقة عاملين اداء تمثيلي اكتر من رائع. كمان احمد عصام السيد اللي انا لسه متفرج عليه في السينما من خلال فيلم الشاطر، وكان دور كوميدي بحت، هنا هو بيقدم دور درامي وكان عامله بطريقه جميله جدا. محمد فراج كان ممتاز، حتى لو في بعض الانفعالات انا شفتها منه قبل كده. علي البيلي وريتال عبد العزيز كانوا رائعين. دنيا سامي ده افضل ادوارها من وقت فيلم وش في وش. طاهر عماد كذلك كانت كويسه جدا. بيومي فؤاد كمان ده يعتبر من اروع ادواره ومن افضل اوقات ظهوره في رايي. صدق صخر كان كويس، لكن الشخصيه نفسها بالخط بتاعه للاسف ما كنتش مهتم بيه خالص. ولكن لازم نتكلم عن الإخراج والمسلسل من نفس المخرج اللي قدم لنا برضه فيلم وش في وش، وهو وليد الحلفاوي. على مستوى الكادرات والألوان كان أكتر من رائع. وأخيرا المونتاج والموسيقى التصويرية للمسلسل. تقييم النهائي 8 من 10.